مش ممكن. لو عايزين اللحمة تطلع معاكم دايبة قوي كده وطعمها فوق الفظيع، يبقى لازم تكملوا الفيديو ده للآخر. الطعم ضرب في الدماغ على طول. احسن واطعم كباب حله هتدوقوه بزبده الفول السوداني، والطعم ايه حكايه. وتعالوا نجيب الموضوع من البدايه. هنجيب حته اللحمه بتاعتنا وهنبدا نقطعها حتت صغيره. هنشوف الانسجه ماشيه ازاي في اللحمه. ادي الانسجه ماشيه بالطول كده، هبدا ان انا اقطعها بالعرض. بعد كده هجيب الحتت دي وهبدا ان انا اقطعها حتت صغيره مكعبات كده. لكل نص كيلو لحمه اجيب بصلتين متوسطين الحجم. هقطع البصل طرنشات، وده علشان يستحمل وقت التسوية. هنسخن الحله كويس جدا. بعد كده هننزل بحته زبده، نقطه زيت صغيره. بعد كده هننزل باللحمه اللي قطعناها. هندي اللحمة صدمة في الأول ونقلبها لحد ما لونها يبدأ يتغير من كل الجوانب، وبعد كده هطلعها في طبق على جنب، وبعدين هزود لها حته زبده وهنزل بالبصل اللي انا قطعته. هقلب البصل لحد ما يبدأ يدبل ويبدأ يخش في سنة الكرملة شوية. هرجع عليه باللحمه، أقلب كله مع بعضه بالشكل ده، وهنزل عليهم بشويه ملح، سنه بهارات خفيفه، بابريكا، ورق لوري مطحون، حبهان مطحون. وبعد كده هنزل بميه مغليه. الميه يا دوب في الاول ان هي تغطي اللحمه بس، ولا ازيد ولا اقل. واول ما الميه تغلي هنحط معلقه صغيره سكر. ههدي النار شويه واسيبها تستوي على راحتها. هفتح عليها ما بين حين واخر علشان اتاكد ان مستوى الميه عندي ما قلش والميه ما نشفتش. ولو حبيت ان انا ازود ميه هزود ميه مغليه. هقطع بقى حبتين طماطم حتت صغيرة شوية، وفي نفس ذات الوقت هتابع تسوية اللحم. وبعدين هنزل بالطماطم لما الاقي اللحمة انها قربت تستوي، وممكن ازود شوية مية مغلية طبعا. ولما اتأكد ان اللحمة استوت كويس جدا، شوف ذوبان اللحمة بقى. هنزل بشوية فلفل ومعلقتين او 3 زبدة فول سوداني. اقلب بقى كله مع بعضه وبس كده. ممكن بقى ناكلها مع اي حاجة، مع رز، مع مكرونة، ممكن ناكلها بالعيش او في السندوتشات. ما تنسوش تكتبوا في التعليقات الاكلة دي بتاكلوها بايه. شوفوا طراوة اللحمة دايبة قوي. حتة كمان اهي. شوف ما حصلتش. ناخد بقى شوية صوص مع اللحمة والرز ونقول بسم الله. الطعم ضرب في الدماغ على طول. لا 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 لا، زبدة الفول السوداني وديتها في حتة بعيدة، في حتة بعيدة قوي ما فيش حد يعرف يوصل لها. انتوا بقى بتسموها بقى كباب حلة، لحمة بالبصل، لحمة بالصلصة، ايا ما كنتوا بتسموها اكتبوا لنا في التعليقات انتوا بتسموها ايه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتأكلوهم اللحمة دي. اشوفكم في فيديو جديد.